أهدر المنتخب التونسي خلال مباراته أمام أستراليا فرصة تعزيز حظوظه للتأهل لدور الستة عشر عندما انهزم أمامه بهدف نظيف في مباراة كان ينتظر منها الجمهور التونسي والعربي تحقيق الفوز، لا سيما وتقارب المستوى بين تونس وأستراليا، ليضع نفسه في موقف صعب حيث أصبح يحتل المركز الثالث مناصفة مع الدنمارك بنقطة يتيمة. أما المركز الثاني فلأستراليا ب3 نقاط، وصدارة المجموعة تتربع عليها فرنسا ب6 نقاط. هذه الأخيرة هي من ستلاقي منتخب تونس في المباراة الثالثة لدور المجموعات، وستكون هذه المباراة مصيرية وحاسمة لمنتخب تونس، فهو مطالب بالفوز على منتخب فرنسا حامل اللقب للإبقاء على حظوظه في التأهل لدور الستة عشر، في الوقت الذي ضمن فيه الديوك الصعود رسميا إلى دور الستة عشر بعدما فازوا على أستراليا والدنمارك. ولا يوجد بديل أمام منتخب تونس سوى تحقيق الفوز على فرنسا وانتظار نتائج باقي المجموعة إذا ما أراد تحقيق حلم التأهل لدور الستة عشر لأول مرة في تاريخه. وستقام المباراة بين تونس وفرنسا يوم الأربعاء 30 نوفمبر على أرضية ملعب المدينة التعليمية الذي يقع في الريان ويتسع ل 45 ألف متفرج. وتنطلق المباراة على الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش، الرابعة بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، السادسة بتوقيت مكة المكرمة. وستنقل المباراة مجانا على قناة بي إن سبور المفتوحة على النايل سات وبدر وسهيل سات، كما ستنقل على قناة الكأس الأولى المتواجدة على نفس الأقمار. كما يمكن مشاهدة المباراة مجانا على القنوات الأجنبية، بداية بقناة زد اف الألمانية التي تبث مجانا على قمر أسترا 19 درجة شرقا، وعلى نفس القمر يمكن مشاهدة المباراة مجانا وبالتعليق الفرنسي على قناة تي اف ا الفرنسية. كما يمكن مشاهدة المباراة أيضا مجانا على قناة رايا الإيطالية التي تبث مجانا على قمر أوتيلسات 5 درجة غربا، إضافة إلى قناة بي بي سي 1 البريطانية التي تبث مجانا على قمر أسترا 28 درجة غربا. وفي تاريخ المواجهات بين المنتخبين التونسي والفرنسي التقى المنتخبان 4 مرات في تاريخ المواجهات بينهما، وحملت كلها الطابع الودي، وانتهت 2 منها بفوز فرنسا، في حين المباراتين الأخرتين انتهتا بالتعادل. ويعود أول لقاء جمع بين المنتخبين إلى سنة 1978 بفرنسا، وانتهى بفوز الديوك على نسور قرطاج بهدفين نظيفين. وفي سنة 2002 تجددت المواجهة بينهما على ملعب راديس في مباراة ودية انتهت بالتعادل هدف لمثله. وبعدها ب6 سنوات وبالضبط سنة 2008 تواجه المنتخبان على أرضية ملعب سان دينس في مباراة ودية انتهت بفوز فرنسا ب3 أهداف مقابل 1. أما آخر مباراة جمعت بينهما فكانت سنة 2010 على أرضية ملعب راديس وانتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. وفي العموم لم ينجح منتخب تونس خلال مشاركته في المونديال من تحقيق أي انتصار على منتخب أوروبي، رغم أنه خاض ضدها 11 مباراة، فإما تنتهي المباريات التي تجمع بينهم بالتعادل أو الهزيمة. وإليكم التشكيلة المتوقعة لمنتخب تونس ضد فرنسا. في حراسة المرمى الحارس أيمن دحمان صاحب 25 سنة، حارس فريق الصفاقسي التونسي. قدم دحمان أداء رائع في مباراة منتخب تونس ضد الدنمارك في الجولة الأولى، وحافظ على شباكه عذراء، وكان من أبرز نجوم المباراة. وتم تصنيفه رفقة حارس منتخب السعودية محمد العويس من أكثر الحراس الذين قاموا بالتصديات إلى حدود الآن من خلال 5 تصديات لكل منهما. باقي اللاعبين: منتصر الطالبي صاحب 24 سنة، مدافع نادي لوريان الفرنسي الممارس في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، يعتبر اللاعب من الركائز الأساسية داخل دفاع منتخب تونس. قدم اللاعب خلال مباراة منتخبه الأخيرة ضد الدنمارك أداء رائع، وكان سدا منيعا أمام لاعبي منتخب الدنمارك. ورغم أنه مدافع يتميز الطالبي بقدرته على تسجيل الأهداف في شباك الخصوم. ياسين مرياح لاعب الخبرة في دفاع منتخب تونس، يبلغ اللاعب من العمر 29 سنة، وهو مدافع محوري في دفاع فريقه الترجي التونسي. يمكن للاعب أن يلعب أيضا كظهير أيمن، ويمتاز اللاعب بصلابة أدائه وبعودته إلى مركز قلب دفاع منتخب تونس ضد الدنمارك. ارتاحت أذهان العديد من مشجعي تونس، وأظهر مرياح بالفعل السبب وراء كونه مصدر أمان في دفاع منتخب تونس. ديلان براون لعب اللاعب ديلان براون مباراته 37 مع منتخب بلاده ضد الدنمارك في الجولة الأولى من كأس العالم
وقدم اللاعب أداء لا بأس به وحصل على تنقيط 6.4 في المباراة. في وسط الميدان محمد دراجر لاعب فريق لوزيرن السويسري، فرغم أن دراجر يلعب كظهير أيمن مع فريقه السويسري، إلا أن المدرب القادري يعتمد عليه في وسط الميدان لكي يناسب خطته. ويتميز دراجر بسرعته الكبيرة ولعبه البدني القوي وانسداداته الناجحة. نال اللاعب الثناء واستحسان الجماهير التونسية والعربية خلال مباراة الدنمارك بعد أدائه الرائع. علي العابدي لاعب كان الفرنسي الممارس في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى. اللاعب يعتبر نتاج خالص للدوري التونسي، كان من أبرز اللاعبين خلال لقاء تونس والدنمارك، حيث استطاع خلال هذه المباراة كسب الثنائيات وعددها 10، كما كان أكثر لاعب قام بتدخلات صحيحة في المباراة وكان عددها 7. عيسى العيدوني بعد عام ونصف فقط من اللعب مع منتخب تونس، بات من الصعب تخيل كيف يبدو منتخب تونس بدون العيدوني. قدم اللاعب أداء رائع رفقة منتخب بلاده تونس ضد الدنمارك، وتم اختياره كرجل للمباراة، وبذلك أصبح العيدوني رابع لاعب تونسي يحصل على رجل المباراة في نهائيات كأس العالم. إلياس السخيري لاعب فريق كولون الألماني الممارس في الدوري الألماني الممتاز، يقدم السخيري أداء جيد إلى جانب زميله العيدوني في خط الوسط، ويبدو أن السخيري يتحسن في كل مباراة بعد الأشهر الصعبة التي عانى فيها من الإصابة. وتحصل السخيري خلال مباراة منتخب بلاده تونس ضد الدنمارك على تنقيط جيد خلال المباراة وهو 7/10. أنيس بن سليمان من بين أصغر اللاعبين في تشكيلة منتخب تونس، حيث يبلغ من العمر 21 سنة فقط، ولعب اللاعب ضد بلد الولادة الدنمارك، حيث ولد في كوبنهاغن، واختار تمثيل منتخب القلب منتخب تونس. وقدم اللاعب أداء لا بأس به في المباراة وتحصل على تنقيط 6.5. في خط الهجوم يوسف المساكني قائد المنتخب، والذي خاض أول مباراة له مع منتخب تونس في المونديال ضد الدنمارك بعد غيابه عن نسخة 2018 بسبب الإصابة. وكما كان متوقعا قدم المساكني أداء رائع في المباراة ضد الدنمارك، وصعب على لاعبي هذا الأخير افتكاك الكرة منه، وتحصل خلال المباراة على تنقيط 7.2. عصام الجبالي من أبرز اللاعبين الذين ظهروا في مباراة تونس والدنمارك، وكان قريب من زيارة شباك الدنمارك في أكثر من فرصة لولا تسرعه وسوء اتخاذه للقرار الصائب، كما عاكسه الحظ في انفراده بشمايكل. وحصل الجبالي في هذه المباراة على تنقيط 6.4. بالتوفيق لمنتخب تونس ممثل العرب في مباراته ضد أستراليا، ولا تنسى إخبارنا بتوقعك لنتيجة المباراة.